جاءته في ستر الظلام ليسترها، لكنه أبى. سود الله وجوها ركنت للحرام. أنا اسمي ملك، طبيبة أطفال، وعندي 34 سنة. اتربيت وتعلمت في إحدى دول الخليج. من وأنا عندي 10 سنين تقريبا بابا سافر الخليج، كل صحابي من هناك، يعني يعتبر عشت حياتي كلها هناك. لسه نازلة مصر تقريبا من سنة. الحمد لله المستوى المادي بتاعنا كان كويس جدا. أنا عندي أخ وأخت أصغر مني، وأنا أكبر واحدة في أخواتي. من وأنا صغيرة كنت بحب أشارك في أي نشاط بجانب دراستي، ما كنتش بحب أركز بس في الدراسة. قررت إن أنا أشارك في الهلال الأحمر اللي هو بيوزي الصليب الأحمر برا، وفي تعامل ما بين الاتنين يعني. كنت دايما بشوف الأطفال ضحايا الحروب في غزة وكشمير والهند والصين وبورما وكل الدول اللي فيها الأطفال بيعانوا من الحروب والدمار. كنت بشوفهم وبتأثر جدا، علشان كده قررت أكون طبيبة أطفال وأدخل وسط الحروب دي، إن شاء الله أموت أو استشهد مش مشكلة، المهم أساعد أي طفل في العالم بيتعرض للقهر. علشان كده ده كان حلمي، وبالفعل اتطوعت في الهلال الأحمر. كنا بنسافر رحلات كتير تطوعية لحد ما وصلت للجامعة ودخلتها، ودخلت كلية الطب وتخصصت في طب جراحة الأطفال. العمر اتقدم بيا والحمد لله أنا على قدر من الجمال، بس كان عندي مشكلة بعاني منها وناس كتير برضو مغتربين بيعانوا منها، وهو الجواز. لأننا عرب وفي حالنا مش بنختلط بحد كتير، يعني علاقاتنا محدودة. ماما كانت دايما بتقول لبابا كفاية كده وعايزين ننزل مصر علشان بناتنا وعلشان نشوف مستقبلهم ونجوزهم ونطمن عليهم، بس بابا كان شايف غير كده. كان شايف ان ده مكان رزقنا وشغلنا، ولو نزلنا مصر هنعمل ايه. وكان بيقول دايما لماما عايزاني انزل اقعد على القهوة مثلا. انا ما كانش الموضوع فارق معايا، لان حياتي كلها كانت مع بابا وماما في الخليج وصحابي حتى هنا، فما كانش عندي الشغف اني انزل. احنا عندنا بيت في احدى المدن الجديدة في مصر، اما ننزل اجازة بس كل فترة كبيرة جدا بنروح عليه. انا واخواتي كنا مرتاحين جدا ورأينا زي رأي بابا بالظبط، بس ماما اللي كان ليها وجهة نظر مختلفة، زيها زي اي ام عايزة تجوز بناتها وشايفة ان الفرص بره اقل من مصر. هي فعلا ماما كان عندها حق، الفرص فعلا بالنسبة لنا كانت ضعيفة جدا، لأن كان ليا مواصفات أنا في شريك حياتي بحكم تربيتنا اللي اتربينا عليها، وبحكم شغلي. وكل الناس اللي كانوا معانا في الخليج نعرفهم يعني كانوا يا إما مغتربين زينا يا إما أجانب، عاداتهم وتقاليدهم غيرنا خالص، فالموضوع كان صعب قوي. أنا كنت بحاول دايما أحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا الإسلامية. هو أنا مش محجبة بس الحمد لله بصلي وبخاف من ربنا جدا وما بحبش أغضبه. من سنة نزلنا مصر زي ما ماما كانت عايزة، وخدنا القرار ده، وبابا صفى كل شغله. وفعلا أخويا خطب وأختي كمان اتخطبت لابن عمي كان مهندس، وأنا اللي فضلت ما اتجوزتش. أنا اشتغلت في مركز طبي في القاهرة وما زلت متطوعة زي ما أنا في الهلال الأحمر، وكنت بنزل رحلات تطوعية في شرم الشيخ، وكان ليا شغل كتير في فنادق هناك. في مرة من المرات كنت مسافرة بالعربية بتاعتي وحصلت مشكلة فيها للأسف وأنا في الطريق، ففي شاب قابلته كان مسافر زي كده وأصر إنه يساعدني. هو كان باين عليه شخص محترم جدا وتعرفت عليه، هو اسمه محمود، وقال لي إنه شغال كابتن طيار في شركة أجنبية، كان رايح شرم الشيخ أجازة. أنا قلتله إني رايحة شغل هناك برضو. المهم اتعرفنا على بعض واتكلمنا فترة وخرجنا كم مرة مع بعض. خلال الفترة دي رجعت القاهرة وفضلت أتواصل معاه، وكنا بنتقابل مع بعض بعد ما يخلص شغله. علاقتنا اتطورت مع بعض وتعودت خلاص إني أصحى الصبح على رسالة منه، وأنام برضو على نفس الكلام على رسالة منه. في مرة كنت مسافرة برضو سفرية كعادة شغلي لشرم الشيخ. السفرية اتلغت، بس محمود قال لي تعالي معايا وقولي لهم في البيت انك مسافرة وما تقوليش ان السفرية اتلغت. مش عارفة ليه ما قدرتش اقوله لا، وسافرت معاه فعلا، وحجزنا كل واحد أوضة في فندق، وطول اليوم كنا مع بعض، وفي آخر اليوم بس كل واحد بيروح أوضته. بس العلاقة ما بيننا اتطورت جدا جدا. للأسف كل حاجة ما بيننا تقريبا حصلت ما عدا اني اكون مش بنت. هو في الاول طلب مني يعني انه يتقدم لي، بس انا اللي رفضت وقلت له لا خلينا نتعرف الاول مع بعض والكلام ده. اتعودت اني اقابله دايما، وهو كان عنده شقة كنا بنتقابل فيها. كان بيحصل تجاوزات ما بيننا بس من كتر ما انا بحبه وهو كمان اتعودنا نكون مع بعض. اي نعم ما وصلتش لمرحلة الزنا، وده اللي كان مش محسسني شوية بالذنب. اتعلقت بيه جدا لدرجة انا اللي دايما بقيت اكلمه كتير. طلبت منه انه يتقدم لي وهو ما رفضش، بالعكس
هو من اول ما عرفني اصلا هو دايما كان بيقول لي كده: انا عايزه اتقدم لك. في بدايه علاقتنا هو كان بيقول لي ان هو كان قبلي يعرف بنات كتير جدا، يعني له غراميات كتير، بس قال لي: انتي غير كل اللي عرفتهم، وانتي جد ومتربيه وبتشتغلي كويس وبحبك، والكلام ده كله. كلامه ده كان بيخليني اثق في نفسي كتير وافرح جدا بالكلام ده. هو فعلا جه قدم لي وبابا وافق عليه واتخطبنا. بعد الخطوبة حسيته اتغير كتير، بقى يعلق كتير جدا على كلامي وطريقة لبسي، وكان بيلمح اني كنت بخرج معاه ومن غير ما احط اي حدود. وقال لي: انا حتى طلبت منك اخطبك في الاول وانتي رفضتي. يمكن الحرية اللي عندك دي خلتك تعرفي حد غيري او قبلي، خصوصا انك حياتك كلها قضيتيها في الخليج ومع اجانب. طبعا اتصدمت من كلامه ده، وازاي يقولي كده. بس قعدت مع نفسي كده وفكرت، ولقيت ان عنده حق. طبيعي اي راجل يفكر التفكير ده. انا حبيته وسمحت لنفسي ان اسمع كلامه وما زعلوش، فجريت ورا مشاعري من غير ما احط اي حدود او اقول لنفسي لا ده حرام. لا، فمتخيله هيفكر فيها ازاي غير كده. انا فعلا رفضت اتخطب في البدايه لاني مش صغيره، ما ينفعش اتسرع في قراري ده، وكان لازم اتأنى شويه واعرف شخصيته واشوف هيحصل ايه، هيحصل توافق ما بيننا ولا لا، علشان الاخره ما تتحسبش عليا خطوبه. انا بجلد في نفسي دلوقتي لاني حسيت باحساس وحش جدا جدا. حسيت الرخص من بعد الكلام اللي قالهولي. مع الوقت لقيت طريقة كلامه اتغيرت معايا، فيها شدة وحزم، ولا كأني عاملة حاجة وبيعاقبني عليها. بقى يقولي انا مش مرتاح، ومن غير ما اتحايل عليه او اتكلم كتير واقوله ليه وايه السبب وادخل ادخل نفسي في القصة دي. انا عارفة ان طبع النفس البشرية والرجالة خصوصا لو اتحايلت عليه في الموضوع ده بالذات او جريت وراه هو مش هيكمل. أنا فعلا لقيت نفسي انسحبت بكرامتي بدون أي إهانات ممكن أضطر إني أسمعها، وأنا اللي طلبت منه، وعلاقتنا بالفعل انتهت وفسخنا الخطوبة. بس أنا حاسة نفسي متدمرة ومش عايزة أدخل في أي علاقة مع حد، ولا حابة أعرف حد. وفي نفس الوقت أنا خلاص داخلة على 35 سنة، مش عارفة مستقبلي هيكون إزاي. هل لو حصل نصيب بعد كده، لو حد جالي أو تقدملي، أقوله على طبيعة العلاقة اللي كانت بيني وبين محمود ولا لأ؟ انا مش عارفة اعمل ايه ولا اكمل حياتي ازاي. ودي رسالة وصلتنا وردنا عليكي كالآتي: بصي يا ملك، الحقيقة انتي يعني جلدتي نفسك بما فيه الكفاية، وحلو جدا انك تكوني عارفة المشكلة فين، لان 90% من حل المشكلة بيكون في توصيفها الصحيح. مشكلتك انك اتربيتي تربية مش دينية، ممكن تكون اخلاقية بس بالقشور، زي ما في فئة معينة من الناس بتعمل كده، بتربي ولادها حاضر يا بابا ونعم يا ماما بس من غير توعية. حياة دونية، بنشتغل ونعمل فلوس ونشتري بيت وهناكل النهاردة وندخل عيالنا جامعات خاصة، وبنتي دكتورة وبتلبس حلو. بس ده مش تربية، دي اسمها تغذية، ده المسمى الصحيح للحالة دي. مفيش توعية. التربية هي تربية النفس والقلب والعقل، التغذية السلوكية والعاطفية والدينية طبعا بتتوج ده كله. دي التربية الحقيقية اللي ربنا أمرنا إننا نربي بيها أنفسنا وأولادنا. فين والدك ووالدتك من ده كله؟ والدتك طبعا مفيش حاجة بتشغلها غير جوازكم فقط، ونطمن على ولادنا وبناتنا، بس الأهم من ده كله إنها تطمن على بنتها وأخلاقها، هي بتروح فين وبتخرج مع مين، وتتكلم معاكي وما تحسسكيش بالفقد ابدا، وتخليكي تلجئي للحب برا البيت. انت دلوقتي بتسألي هل لو جالي حد كويس اصرحه باللي حصل مع الشاب ده؟ اولا ما تقوليش طبعا، لان ربنا امر بالستر. ما ينفعش تقولي حاجة زي كده، ومفيش راجل هيقبل بحاجة زي كده ابدا، ولو قبل في البداية مستحيل ينسى، هيفضل طول الوقت يعايرك. دي مش دعوة للخديعة ابدا، بس ده من الستر اللي ربنا امرنا بيه. وفي الحديث الشريف: هلا سترتهما؟ في 2 زنوا، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لواحد: ليه ما سترتهمش؟ ده الأحسن، لكن انتوا في مرحلة أقل، فالستر واجب ونعمة كبيرة. ما نروحش احنا بقى نفضح نفسنا ونقول. ربنا يسترنا جميعا يا رب. توبي واستغفري ربنا، ان شاء الله ربنا يسامحك، وكويس جدا انك عارفة فين غلطك، وان شاء الله يجيلك ابن الحلال اللي يعرف ربنا وهيتقي ربنا فيكي. ووقت ما يجي بقى ما تستعجليش، ممكن يجي دلوقتي، ممكن شوية كمان. ما توقفيش حياتك على تجربة زي كده، اتعلمي من التجربة دي، والحمد لله ان المواضيع ما اتطورتش اكتر من كده، لان حل المشكلة ساعتها كان هيبقى صعب جدا جدا. شوفي غلطك وتعلمي منه، والحياة كلها تجارب، والشاطر بقى اللي يتعلم من تجاربه او تجارب غيره. ركزي في شغلك وحاولي تسعدي نفسك بنفسك بعمل الخير اللي انت اخترتيه من البداية.
كملي فيه وإن شاء الله ربنا هيكرمك وهتتجوزي، ما تقلقيش. الأهم إنك ترجعي لربنا وتستغفريه وكل حاجة إن شاء الله هتكون كويسة. ده الأهم، أهم من أي حاجة تانية. بالنسبة للشخص اللي كنت مرتبطة بيه وقلت إن كان يعرف بنات وقال لي إنك غيرهم، هو ممكن شاف فيكي حاجة مختلفة وتعب من معرفة البنات والخروج مع دي ودي، فحب يستقر ويتجوز، فشافك انتي مناسبة، دكتورة وحلوة ومتربية بره، وانتي انبهرتي بيه كشكل بس مش اكتر. فالعلاقة ما بينكم ما كانتش حب، لان المشاعر ما كانتش اصلا مخلصة من الطرفين، ده اعجاب سطحي جدا جدا. بس هو ده الموضوع. بتمنى لك يا حبيبتي كل خير وكل توفيق، وشكرا ليكم، واشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات مريم.